في طريق الفن بقى اللي في محطات كتير جدا، مفيش مرة فكرت كده لا انا هخرج بره المجال؟ مش هخرج بره المجال. بص انا دايما عندي تعبير كده، ان ان احنا شغلانتنا للاسف مش ارض صلبه طول الوقت. امم. انت النهارده في شغل، بكره مفيش. فبتمر عليك احيانا لحظات صعبه غصب عنك. وانا ما اتعودتش امد ايدي. انا طول عمري متعود اكسب فلوس، اشتغل واكسب فلوس. تعود فكره ان الراجل يعني شغل، فكره انك قاعد في البيت دي انا واخد ما على بتقدرش الشقه. عليها. يعني انا كان ابويا الله يرحمه معودني في الشتاء ليك مصروف، في الصيف عندك ليك يوميه تنزل تشتغل في المحل حلو. تاخد يوميه. اشتغلت في محل فترة، اوه فتره مدة طويلة فترات. والله العظيم. كان ايه دورك؟ احكي كل لنا حاجه انا بدات من وانا بغسل اطباق. امم. يعني بداتها من اللي هي اقل حاجه غسيل الاطباق، لتنظيف، بعد كده جرار اللي هو بينظف مفيش بقى انا الترابيزات ابويا صاحب لا المحل لا 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 هقعد على ما انا كنت رايح على هذا الاساس. ابويا قال لبسوه افرول ودخلوه جوه. حلو. اه يغسل اول حاجة. وكان زمان طبعا بقى ايه، ازايز الشطه وازايز الدقه. فبعد ما اه. الزبون يمشي ناخد الازايز وننضفها ونملاها تاني، الشفشق الاستانلس وتغسله وتملاه الميه من الكولدير والكوبايات الاستانلس وتنضف وعادي. وعدي وحد يديني تيبس وانا بلم واخد تيبس والدنيا زي الفل. وكنت جميلة. عسليه. مش بقول لك ان انا شقيان، بالعكس. انا كنت عشان بس ايه، ما حدش يقول ان انا ببيع ان انا كنت لا شقيان. ليه؟ مش مستاهل بقى، ده شيء حصل ما يعني. بحب ما بحبهاش برضه. انا دايما شايف يا جماعه بلاش نبيع بيعه مصر كلها عملتها. انا اشتغلت وانا صغير، ما مصر كلها اشتغلت انا مع رحت من اللي وسط اشتغل بقى عند ابوه واللي اشتغل بره من ما. من اسماعيليه كل لوسط واحد البلد عنده ماشي. تجربته الحلوه الجميله اللي صنعت شخصيته. بس اكيد مرحله زي دي اثرت عليك نفسيا جدا. ولا نفسيا ولا لا حاجه، يعني ممكن تبقى مرحله داعم ما تبقاش بالعكس دي بتديك خبرات. اه ما انا قصدي انك كده. تبقى ابن شارع وابن سوق وتقابل ده وتشوف ده حاجه حلوه. وارد تعمل شخصيه شبه دي في يوم من طبعا الايام. اه. طبعا. فانا كنت طول الوقت متعود على كده. فجت فتره كده بعد بعد جوازي برضو في اختبارات من ربنا. فجأة مراتي حامل الحمد لله، هوب مفيش شغل، هوب الفلوس بتخلص، هتعمل ايه؟ فمفيش فلوس. ومراتي بقت في الشهر السادس باين ولا السابع، وعايزين نحجز بقى مستشفى وولادة، مفيش. وبدأت أخش في حتة اكتئاب كده. فصحيت تاني يوم لقيت مراتي سامعاني بتكلم، بتقولي انت بتقول ايه؟ قلت لها لا انت بتعمل ايه؟ قلت لها بكلم حد بساله على حاجه كده بس. قالت يعني انا اللي سامعاه ده صح؟ بسال على الابلكيشن بتاع اللي هو ابلكيشنات انك تطلب اوردر عربيات. جميل. قلت هلبس كاب وكمامه وهنزل اشتغل، حلو. اشغل العربيه، اه. احمل الابلكيشن وهنزل اقلب اكل عيشي. طيب اعمل ايه؟ طب انا في بطن بتكبر بقى وفي عيل جاي وفي بامبرز وفي مستشفى. فكرت في الحل التاني على فكر طول. قلت هنزل مش عيب. فقالت لي يا حبيبي انت وشك انت فاهم. طب انا هلبس كان. قالت لي الناس بتعرفك من صوتك يا محمد. صح كنت هقول لك الصوت. فقول لها طب يعني نشحت عشان الناس عارفاني من صوتي. هنزل اشتغل هعمل ايه؟ سبحان الله يوم ما خدت القرار ده بيقين، تاني يوم الصبح جالي مسلسل. لميت منه بقى فلوس الولادة وفلوس السبوع وفلوس الحاجات يعني. تمام. بس بيجي عليك فترة خلاص اصل هعمل ايه؟ قدامك حاجة حل من الاتنين، يا تشحت يا تنزل تدور على اكل عيشك. ومش عيب مش كده عيب كده. اه. باشا، اللي العيب انك بيديني ما تنزلش. حاجة ياخدها. اه. العيب ان انا مدي ايدي واقول لك انا محتاج شغل او محتاج فلوس. انا لا بعرف اطلب شغل. انا كنت ما رضيتش اسالك السؤال ده، لكن كنت اقول لحضرتك يعني في ناس كتير في وقت زي ده بتروح رافعه على التليفون ايه عندك ايه وبتاع وبيحصل. لا بعرف اطلب شغل ولا بعرف اطلب فلوس من حد. الحمد لله نجوم كتير صحابي عمري ما قلت لهم شغلوني. مخرجين كتير صحابي عمري ما قلت لهم شغلوني. الارزاق على الله. يعني هو في السماء رزقكم وما توعدون. وما ربنا توعد. بيبعت لي رزق لغايه عندي بس.